إخوان المتابعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله. فيديو اليوم كيفية تقطيع وتركيب زواقة عتبة الباب. غادي يكون شرح عملي. عندنا المرصوات اللي غادي نخدمو عليهم كما كتشاهدوا، غادي نقطعوهم على 7 سنتيم، وعندنا في العرض ديال الدرجة 18 سنتيم، يعني نقوم بتقطاع 7 على 18 كما كتشاهدوا. كنقطعوا هاد المرصوات على هاد الشكل. نفس الشيء لجميع المرصوات كلهم كنقطعوهم على 7 سنتيم، وكنقطعوا فيهم هاد الثالث اللي كنسموه، كنقوموا بتقطيع 7 على 7. نفس الشيء المرصو الابيض حتى هو كيكون فيه 7 سنتيم على 18، وكنقوموا بالتقطاع 7 على 7، يعني كنقولوا ليه الثالث او المهم على هذا الشكل. بالنسبه للمرصوات، المرصو الابيض كتبقى لنا فيه ديك 2 سنتيم اللي غادي نديرو فيها الزواقه سوداء. وبالنسبه للمرصو الاسود يتم التقطيع ديالو. بالنسبه لهنا راه غادي يكون كانه 2 ديال المرصوات، كما كنشاهدوا كانه مرصو واحد فيه 7 على 18. نفس الشيء بالنسبه للمرصو الابيض، فقط للتوضيح وحنا كنديروا معكم شرح عملي. بالنسبه للمرصو، هذا المرصو اللي اسود فهو النصف ديال المرصو اللي في الوسط، يعني النصف ديالو كما كتشاهدوا. كنقطعوه من الوسط ويتم التركيب ديالو، يعني زواقه سهله. فقط كيبقاو المرصوات اللي عملناهم باللون الازرق، فهادوك كيكونوا 2 سنتيم على 2.5، او على حسب العبار اللي عندك انت او اللي عطاوك. ممكن يعطوك اقل بشويه او اكثر بشويه. على العموم الا كنت مهتم بامور، دائما كنحاولوا نشاركوا معكم جميع الامور ديال تزيين المنازل. الا كنت كحرفي مبتدئ او صاحب منزل ومهتم بامور تزيين المنازل، فزورنا على قناتنا الرسميه، قناه محترف الزليج، او على صفحتنا على الفيسبوك، فيها جميع الامور ديال تزيين المنازل، لا الجبس ولا تركيب الرخام، بناء حمامات منزليه، جميع الامور ديال تزيين المنازل اللي ممكن تحتاجها وانت في البناء، انت في فطور البناء ديال المنزل ديالك، غادي تلقاها على قناتنا الرسميه. وانت تشاهد الفيديو ما تبخلش علينا بزر الاعجاب والاشتراك في القناه ليصلك كل جديد. واي امور ديال تزيين المنازل فخليه لينا في التعليقات. والاخوه اللي متابعينا على صفحتنا على الفيسبوك، دائما دعموا اخوكم رشيد بالمتابعه، بزر المتابعه ليصلك كل جديد، ودعم للصفحه، وخلي لنا تعليق تحفيزي او ايجابي، وزر الاعجاب. ودائما معكم في الجديد ان شاء الله ليستفيد الجميع. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. يا حافظ القرآن هاكم فرحة، فلقد بلغتم ختمة القرآن. ما أروع اللحظات حين تصرمت أوقاتكم في لذة الإيمان. يا حافظ القرآن هاكم فرحة، فلقد بلغتم ختمة القرآن. ما أروع اللحظات حين تصرمت أوقاتكم في لذة الإيمان. وقضيتم الساعات في آياته، ترتيلكم نبض بكل مكان.
همم تفاخر أمتي بسموها وعلوها عن لوثة الأدران. لا نوم يغريكم ولا لهو ولا لعب مع الأنداد والأقران، بل كان يجذبكم كتاب محكم ترجون ختما قبل فوت أواني. يا حافظ القرآن هاكم فرحة، فلقد بلغتم ختمة القرآن. ما أروع اللحظات حين تصرمت أوقاتكم في لذة الإيمان. الله أكبر، جاء حفل ختامكم، طوبى لكم أجرا من المنان.